خلال الساعات القليلة الماضية انتشرت أنباء حول العثور على الرئيس صدام حسين داخل سجن صدنايا بعد 19 عاما من اختفائه. خلال الساعات القليلة الماضية انتشرت أنباء حول العثور على الرئيس صدام حسين داخل سجن صدنايا بعد 19 عاما من اختفائه. في تطور صادم وغير متوقع، تتناقل وسائل الإعلام خبرا مذهلا يشير إلى أن قوات المعارضة السورية قد عثرت على صدام حسين في أحد أكثر السجون غموضا في سوريا، وهو سجن صدنايا. وبينما لم يتم الكشف عن جميع التفاصيل، تشير مصادر موثوقة إلى أن هذه الشخصية تحمل شبها كبيرا للغاية مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين. هل يمكن أن يكون هذا حقيقي؟ كيف وصل إلى هذا المكان؟ وماذا كانت المفاجأة الكبرى التي اكتشفوها؟ سأقدم لكم في هذا الفيديو أخبارا حقيقية وحصرية، متأكد أنها ستصدمك عزيزي المشاهد. ولكن قبل البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد. بالقرب من محيط العاصمة السورية دمشق، تمكنت قوات المعارضة من اقتحام أحد المباني التي تستخدمها الحكومة السورية كسجن سري. هذا المكان لم يكن عاديا على الإطلاق، هو سجن صدنايا المعروف بسمعته المخيفة وأسراره التي لا تنتهي. ومع دخول المعارضة إلى الزنازين المظلمة، عثروا على عشرات السجناء الذين كانوا في حالة لا يرثى لها. لكن في إحدى الزنازين كان هناك رجل يثير الشكوك والمفاجأة. عندما اقترب أحد قادة المعارضة من الرجل، شعر بصدمة حقيقية. الوجه، النظرات، الشارب الكثيف، كل شيء كان يشير إلى أن هذا الرجل ليس عاديا. أحد المقاتلين صاح بصوت مرتعش: هذا صدام. بدأ الجميع في الزنزانة ينظرون إلى الرجل بذهول، بينما كان هو صامتا لا يقول شيئا. تم إخراج الرجل من الزنزانة واقتياده إلى مكان آمن لاستجوابه. كانت ملامحه واثقة رغم علامات الأعياء والضعف الذي بدت واضحة على جسده. عندما سئل عن هويته رفض الإجابة تماما، ما زاد الشكوك حول شخصيته الحقيقية. أحد قادة المعارضة قرر تصوير الرجل وإرسال الصور إلى شخصية عراقية معروفة للتحقيق. وبينما انتشرت الصور كالنار في الهشيم، بدأت النظريات تتوالى. البعض اعتقد أن الحكومة السورية كانت تخفي صدام حسين كل هذه السنوات بعد الإعلان عن إعدامه، بينما قال آخرون إن الأمر لا يعدو كونه شبيها مذهلا للرئيس العراقي الراحل. ومع ذلك لم تكن الإجابات واضحة بعد. المفاجأة الكبرى عندما تم عرض الصور على خبراء في التعرف على ملامح الوجه، أكدوا أن هذا الرجل يشبه صدام حسين بدرجة كبيرة، لكنه ليس هو. بدأت المعارضة في البحث عن قصته الحقيقية. من هو هذا الرجل؟ وكيف انتهى به المطاف في سجن صدنايا؟ سنعرض لكم تفاصيل قصة السجن الغامض مع استمرار التحقيقات. بدأ الرجل بالكشف عن هويته الحقيقية. اسمه الحقيقي كان أحمد العزاوي، وهو مواطن عراقي بسيط يعمل كمعلم تاريخ في عام 2003. بعد سقوط النظام صدام حسين، بدأ أحمد يتعرض لمضايقات وتهديدات بسبب الشبه الكبير بينه وبين صدام حسين. بعض الجماعات المسلحة اعتقدت أنه يمكن أن يكون قريبا من عائلة صدام، أو أنه ربما يخفي أسرارا عن النظام السابق. هرب أحمد من العراق وانتقل إلى سوريا، لكنه لم يكن يعلم أن هذا الشبه سيكون نقمة عليه مرة أخرى. في عام 2006 تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية السورية بتهمة الانتماء لجماعة معارضة، وتم الزج به في سجن صدنايا دون محاكمة. قضى أحمد سنوات طويلة في السجن، حيث عاش معزولا عن العالم الخارجي، حتى ظن الجميع أنه قد مات. صدام حسين الحقيقي مات منذ زمن كبير، حيث إن صدام حسين عبد المجيد التكريتي ولد في 1937 في قرية العوجة بالقرب من مدينة تكريت في العراق. نشأ في بيئة فقيرة، لكنه انخرط في السياسة منذ سن مبكر، حيث انضم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي بعد مشاركته في انقلاب عام 1968 الذي أطاح بالنظام الملكي. أصبح نائبا للرئيس أحمد حسن البكر في عام 1979. تولى صدام حسين رئاسة العراق. كان حكمه يتميز بالقسوة والسيطرة المطلقة. قاد صدام حسين البلاد خلال حربين مدمرتين: الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت من عام 1980 إلى عام 1988، وغزو الكويت عام 1990 الذي أدى إلى تدخل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في حرب الخليج الثانية. رغم تحقيقه إنجازات اقتصادية في بداية حكمه، بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 سقط نظام صدام حسين وتم اعتقاله في شهر ديسمبر من العام نفسه. خضع لمحاكمة طويلة انتهت بإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ونفذ حكم الإعدام فيه سنة 2006
كان صدام حسين جدليا، حيث يراه البعض زعيما قويا قاوم النفوذ الأجنبي، بينما يراه آخرون ديكتاتوريا قاسيا تسبب في مأساة لا تحصى لشعبه. القصة التي بدأت كإشاعات مدهشة عن اكتشاف صدام حسين في سوريا تحولت إلى قصة إنسانية مؤثرة عن رجل دمره الشبه الجسدي بشخصية سياسية. أحمد العزاوي الآن في طريقه إلى الحرية بعد سنوات من الظلم والمعاناة. هذه القصة ليست فقط عن الشبه، بل عن القدر الغريب الذي يمكن أن يغير حياة شخص بشكل جذري. هل يمكن للشبه الجسدي أن يغير مصير إنسان؟ كيف يمكن أن تتحول الحياة البسيطة إلى مأساة بسبب ظروف خارجة عن السيطرة؟ هذه القصة تذكرنا بأن خلف كل وجه توجد حكاية، وأن الحقيقة ليست دائما كما تبدو. بعد سقوط النظام السوري تم العثور على جثة مازن في مستشفى حرسة بريف دمشق، وكانت عليه آثار التعذيب الشديد عقب اعتقاله على يد النظام السوري بعد عودته من أوروبا. مازن حمادة ابن 47 عاما، لقب برمز الثورة السورية واشتهر بمعارضته لنظام الأسد. كان هذا الظهور الأخير له قبل مغادرته أوروبا. عائدا إلى سوريا استطاع الهروب من سوريا بعد تعذيبه أشد العذاب، وقرر فتح النظام من أوروبا، وقام بنشر فيديو مؤلم كان يحكي فيه ما حصل معه. فر إلى أوروبا هاربا من عذاب السجون السورية، وشارك تجربته مع جماهير في الولايات المتحدة وأوروبا. قص عليهم معاناته في السجون النظام السابق التي تعرض لها كغيره من المعتقلين. ظهر كثيرا عبر شاشات التلفزة بوجه شاحب وجسد هزيل ليروي ظروف اعتقاله الوحشية مع بداية الحراك الشعبي عام 2001. عام 2010 قرر مازن وبشكل مفاجئ العودة إلى بلاده. البعض روى أنه استدرج إلى دمشق بعد اعتقال أمه وأخته، وقف فور وصوله إلى سوريا واختفى أثره منذ ذلك الحين بعد نحو 4 أعوام. ومع نهاية حكمي بشار الأسد ظهر مازن حمادة عثر عليه السوريين جثة هامدة في مستشفى حرسة في ريف دمشق من بين جثث المعتقلين من سجن صدنايا. تصدر اسمه منصات التواصل الاجتماعي كأيقونة سورية. انتهت حكاية مازن الثائر الذي مات مرتين في سجون النظام السابق. ما حدث مع مازن حمادة قصة مؤلمة تحمل العديد من العبر والعظات التي يجب أن نتأملها. مازن الذي كان رمزا للثورة السورية وصوتا صارخا في وجه الظلم والاستبداد، دفع حياته ثمنا لموقفه ضد النظام القمعي. اعتقل، عذب وهجر، لكنه لم يتوقف يوما عن فتح الجرائم التي تعرض لها هو والآلاف المعتقلين السوريين. العدالة الإلهية قد تتأخر لكنها لا تخطئ. العثور على جثة مازن حمادة بعد 4 سنوات من اختفائه وهي تحمل آثار التعذيب الوحشي هو دليل على أن الله يكشف الحقائق مهما حاول الظالمون إخفاؤها. فقد كانت جثته شاهدة على الجرائم التي ارتكبها النظام السوري بحق الأبرياء، ورسالة إلى العالم بأن الحقيقة لا يمكن طمسها إلى الأبد.